السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة النهاردة مش هتكلم عليها كتير، أظن شكلها واضح. شكلها تحفة وطعمها عايزة أقول لكم روعة، أحلى من أي جاتو ممكن تجيبوه من بره. كمان الحلو فيها إن هي سهلة وسريعة جدا وكمان اقتصادية. هنعمل النهاردة سويس رول بالمربى بكوباية دقيق واحدة وثلاث بيضات. طلعت السويس رول التحفة ده. كمان عايزة أقول لكم ما خدش معايا يمكن تقريبا أقل من ساعة. تسوية وتحضير وكل حاجة. هش جدا وطعمه تحفة. هسيب لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف، وتعالوا بينا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. جبت 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. حطيت عليهم حوالي تلت كوباية من السكر، ورشة صغيرة من الفانيليا. كل المكونات اللي انا هستخدمها ما تكونش طالعة من التلاجة، يعني تكون بدرجة حرارة المطبخ علشان تديني نتيجة احسن. حطيت عليها كمان ربع كوباية من المية، وكوباية واحدة بس من الدقيق، دقيق ابيض عادي مش دقيق سبونش ولا حاجة. هحط كمان نص معلقة صغيرة من محسن الكيك الجيل، واخر حاجة نص برضو معلقة صغيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف. دي كده كل المكونات بتاعة السويس رول. حطيتها كلها على بعضها من غير اي ترتيب، مفيش اسهل من كده. دلوقتي هشغل المضرب الكهربائي تقريبا حوالي 10 دقايق لحد ما الخليط يكون لونه فاتح ويبدأ يتقل شوية زي ما هتشوفوه معايا في الاخر. السؤال اللي دايما بيتكرر، ينفع في الوصفة دي نستغنى عن محسن الكيك الجيلي؟ لا، ما ينفعش. في طريقة الاسبونج اللي بنحط المقادير كلها على بعضها ما ينفعش ان احنا نستغنى عن المحسن. في طريقة تانية اللي هي بنضرب البيض مع السكر لوحده، ليها بقى خطوات تانية دي اللي ممكن نستغنى فيها عن المحسن. السؤال التاني برضو اللي دايما بتسألهولي في التعليقات لما بعمل اي طريقة سبونج، ينفع دقيق سبونج بدل دقيق عادي؟ لا، في الوصفة دي برضو لازم بنستخدم دقيق ابيض عادي خالص من غير اي اضافات. دي السبونج بيبقى ليه مقادير تانية وبيبقى ليه طريقة تانية. كده خلاص انا وصلت للنتيجة اللي انا عايزاها. زي ما انتوا شايفين كده شكل الخليط معايا بيبقى شبه الكريمة شوية، لونه فاتح والقوام بتاعه بيكون تقيل. بعد كده جبت صاج مقاس 30 في 30، ممكن كمان 30 في 40 هينفع. جبت بقى قطعة كده من ورق الزبدة، قطعتها على مقاس الصاج، واحطها كده وراعي ان يكون فيها زيادة من بره علشان اعرف اشيل منها الاسبونج بعد ما يستوي. طبعا في الوقت ده كنت مشغلة الفرن يسخن على درجة حرارة 180. الاسبونج ده ما بياخدش وقت خالص في الفرن علشان زي ما انتم شايفين الطبقة بتاعته رفيعة، فمش بيستحمل سوا كتير. بندخله على 180 درجة مش 200. بيقعد تقريبا في الفرن من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير قوي. سويته كويس في الصاج علشان ما يكونش فيه حتت اتخن من حتت، وبخبطه كده خبطتين على الرخام عشان يخرج اي فراغات فيه، وبعد كده بدخله الفرن حوالي 10 دقايق زي ما قلتلكوا، وبعد كده هتشوفوا شكله معايا ان شاء الله لما يطلع. بعد ما خرج من الفرن سبته تقريبا حوالي 10 دقايق بس يهدى شوية. انا هنا بتعامل معاه وهو دافي، ما تسيبهوش يبرد خالص، وبرده مش هينفع انك انتي تلفيه وهو سخن، يعني يا دوب كده يكون دافي بسيط عشان يديكي نتيجة كويسة. ببدأ بقى اسلك الاسبونج من على ورقة الزبدة. بصوا طري جدا وبيتحرك معايا بمنتهى السهولة من غير ما يتكسر ولا اي حاجة خالص. زي ما انتوا شايفين التسوية بتاعته كده حلوة قوي، ما تغمقهوش عن كده علشان ما ينشفش منك. بعد كده جبت شوية من مربى المشمش، حطيتها كده على الاسبونج وبفرده وبأكد عليكم تاني هو في المرحلة دي كان دافي. هنا بقى لقيت المربى ما كفتش فروحت جبت شوية كمان. بفك المربى الاول كده شوية بالمعلقة علشان اعرف افردها كويس. كمان لو بمربى فراولة برضو بيبقى حلو جدا. بوزع المربى كده بالشكل ده وما تكتريش قوي، لان هي في الاخر لما جيت لفيته لقيت المربى طلعت كتير معايا واضطريت ان انا اشيل منها شوية.
هبدأ بقى دلوقتي ان انا الف بورقة الزبدة. طبعا بتني كده اول حتة وبلفه كده زي ما انتوا شايفين، بيتلف معايا بسهولة جدا ومش بيتكسر ولا اي حاجة. بصوا هنا بقى زي ما قلتلكوا لقيت المربى كتير وهتطلع من بره، فشلت منها شوية كده بالمعلقة. بعد كده لفيت السويسرول في ورقة الزبدة تاني وحطيته في التلاجة 10 دقايق بس يسقع، علشان لما اجي اقطعه يكون شكله منتظم معايا وما يتفرفتش. بعد 10 دقايق طلعته، ببدأ اشيل الحتة اللي هي في الاول والحتة اللي في الاخر. بصوا شكله حلو وطري ازاي، طعمه كمان حلو قوي، لو جربتوه ان شاء الله هيعجبكم. استخدمي سكينة حامية علشان القطع كده تبقى طالعة شكلها حلو ومتناسق. هنا بقى عملت تزيين بسيط جدا. انا حابة الوصفة ان هي تكون سهلة واقتصادية وما يكونش فيها حاجات كتير، فحطيت بس رشة بسيطة من السكر البودرة. وكان عندي فراولة، قطعت كده فراولتين وحطيتهم على الوش علشان يكسروا اللون. شايفين بقى شكله حلو ازاي؟ حاجة سهلة وسريعة جدا، ما خدتش اي وقت ومش مكلفة، وطعمها بقى انتوا هتجربوها وتحكموا بنفسكم. ممكن تقدميه كده بالشكل ده على بعضه، او ممكن تقدميه متقطع يكون زي قطع الجاتو. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها. استنوني في الوصفات اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.